السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكيكه الترند اللي مكسره الدنيا بطريقه سهله وبسيطه، والمكونات بتاعتها موجوده في كل بيت. كيكه مميزه جدا وبيحبوها الاطفال وبتنفع في العزومات والمناسبات، وان شاء الله تعجبكم. لو اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا مني كل جديد. يلا نشوف المكونات. معايا 2.5 كوباية دقيق، كوباية لبن، كوباية سكر، كريم كراميل، بيضتين، فانيليا وبيكنج باودر، معلقة خل صغيرة، كوباية زيت. اول حاجة هنعملها هنجيب الدقيق وهنحط عليه البيكنج باودر، باكو واحد، وهنقلبها كويس قوي. وضروري قوي ان انتي تقلبيه كويس في الدقيق قبل اي حاجة عشان الكيكة ما تبقاش مرتفعة من ناحية ومن الناحية التانية لا. تمام، لازم الخطوة دي ضروري عشان تبقى الكيكة طالعة معانا مستوية كلها ونفس الارتفاع. دلوقتي بقى هنجيب الخلاط وهنحط كوباية سكر، كوباية لبن، وهنحط باكو الفانيليا. تمام، بعد كده هنحط الكريم كراميل. طبعا هو بيكون معاه باكو كده فيه كراميل، ده هنخليه ده اخر حاجة للتزيين. وهناخد بس الكريم هنحطه بقى في الخلاط هو كمان. تمام كده، وبعد كده هنحط الزيت، كوباية زيت. هنخلي بس البيض والخل، دي الحاجات اللي هنخليها على جنب، وهنضرب بقى في الخلاط جامد جدا لغاية ما السكر كله يدوب تماما. هناخد من الخليط ده كوباية واحدة، بيكون تقيل كده شوية. هناخد كوباية دي هنشيلها في التلاجة. دي بقى اخر حاجة للتزيين، ده اللي هو هيبقى التوبنج اللي هيبقى فوق الكيكة من فوق. تمام، بعد كده بقى هنزود البيضتين وهنحط الخل كمان. تمام كده، وهنرجع نضرب تاني الخليط ده في الخلاط، نضربه برضو كويس قوي. اهم حاجة ان احنا نخلط الحاجة كويس جدا عشان تبقى كل حاجة مظبوطة وكل حاجة مندمجة مع بعضها. دلوقتي بقى هنجيب الدقيق اللي احنا كنا لسه خالطينه مع البيكنج باودر، هنحط عليه الخليط كده حبة حبة لغاية ما يعمل القوام اللي هو بتاع الكيكة اللي احنا عارفينه. تمام، طبعا انواع الدقيق بتختلف. في دقيق ممكن يحتاج لسائل اكتر، لو حسينا في الاخر ان الخليط تقيل شوية ممكن تحطي شوية لبن. تمام، لغاية ما يوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده، اللي هو القوام العادي بتاع الكيكة اللي احنا عارفينها. تمام، بعد كده هنجيب الصينية طبعا احنا بنكون مبطنينها بزيت او سمنة ودقيق، وهننزل فيها بقى الخليط كله زي ما انتوا شايفين كده. فكرتها سهلة قوي زي الكيكة العادية، هي بس الفكرة في الخطوة اللي احنا عملناها في الاول، وان احنا هنضيف عليها كريم الكراميل. بس في الاخر بتطلع النتيجة حلوة جدا. وعلى فكرة ممكن في المناسبات ممكن نزود كمان كريم شانتيه في النص. نقسم الكيكة كده بالنص ونزود، هتبقى شبه الجاتوه بالظبط. بعد ما سيبناها في الفرن مدة نص ساعة على درجة حرارة 180، طلعت معانا بالشكل ده بالظبط. بصوا شكلها طلع تحفة ما شاء الله، وكلها نفس الارتفاع. هنجيب نص كوباية لبن وهنسقي الكيكة كلها وهي سخنة كده عشان تشرب اللبن. تمام، واللبن ساقع عادي مش مشكلة، بس المهم الكيكة تبقى سخنة. بس هنسقيها كلها ونستنى لغاية لما تتشرب. هنحركها كده بقى يمين وشمال ونحاول نهز فيها كده شوية، نحركها لغاية ما نتأكد ان هي اتشربت تماما. وطبعا هنسيبها شوية كده حوالي ساعتين 3. بعد كده هنقلبها. جبنا طبق وقلبتها، بس معلش الحتة دي ما اتصورتش، وقلبتها في نفس الصينية. وجبت بقى السائل اللي هو كان اللي احنا عملناه في الاول خالص اللي شلناه في التلاجة. هنحطه على الوش كيكة من فوق. تمام، وهنفرده كده عليها كلها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لما حطيناه في التلاجة شوية مسك اكتر وبقى متماسك اكتر يعني. في الاخر بقى هنعمل بالكراميل اللي بيجي مع الكريم كراميل، هنعمل بيه كده تزيين كده بسيط. طبعا انا معرفتش ازينها حلو يعني، بس انتوا عارفين الفكرة، كل واحدة بقى ممكن تزينها بطريقتها. حاسه كده معرفتش اظبط التزيين بتاعها كويس، بس انتوا فاهمين طبعا الفكرة واللي انا بعمله يعني. كل واحدة بقى هتعملها بطريقتها وان شاء الله هتطلع حلوة معاكم. المهم في الاخر الطعم، والطعم بصراحة كان تحفة ومختلفة وشكلها حلو وتشرف يعني في العزومات بقى وفي الحاجات دي. عايزاكم تجربوها بقى وتقولي ايه رأيكم فيها في الاخر.
سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة زي ما انتوا ما شفتوا، مش بتاخد وقت خالص، يعني هي يا دوبك يعني ممكن في ساعة تعمليها لغاية بس ما تدخل الفرن وكده. هنا بقى هقطعها معاكم وتشوفوا شكلها في الاخر. عايزة اقولكم ان هي في الحر ممكن تسيح شوية، فاحنا دي اصلا لازم تتحفظ في التلاجة. انا هنا كده بس كنت بوريكم شكلها. بصوا كانت حلوة قوي بصراحة، شكلها تحفة. احسن حاجة بقى ان هي بتتشال في التلاجة. ففي الحر اللي احنا فيه ده بتبقى عاملة شبه التحلية كده اللي هي الساقعة. حلوة قوي في الصيف، وفي الحر اللي احنا فيه ده اختيار حلو يعني ان انتي تعمليها، وسهلة جدا ما خدتش وقت زي ما شفتوا. بصوا شكلها في الاخر تحفة بجد، شكلها حلو جدا، عاجبني قوي بصراحة. يا رب تكون عجبتكم انتوا كمان الطريقة، ويا رب تقوليلي بقى رأيكم في الكومنتات وتجربوها كده، وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، بجد الحاجات دي بتفرق معايا جدا في القناة. اسيبكم بقى في حفظ الله. سلام.